قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. يكفيك أيها المسلم أن تكون على بصيرة من دينك، معتدلا في أصول الدين وفروعه، طالبا للعلم، عاملا بما تعلم. أيها السادة الأحرار في كل مكان، أهلا بكم. فإلى كل شباب الأجيال الصاعدة، خذوا مني هذه النصيحة: إياكم والانضمام لأي جماعة أو حزب أو طائفة أو طريقة، فإن ذلك كله يعمي ويصم، ولن يكون ولاءكم ولا براءكم إلا لجماعتكم وحزبكم، شعرتم بذلك أم لم تشعرون. واعلم أيها المسلم أن كل حزب بما لديهم فرحون، وعلى أقوال شيوخهم يوالون، ومتى خالفهم مخالف وهو المخطئ عندهم لا محالة، ومستحق لوسمه بالضلالة، بل بلغ بأكثرهم التعصب والهوى إلى حد أن من ليس منهم ولا معهم فهو عليهم. وإذا كان غير منتمي لجماعتهم وحزبهم فقطعا عنده خلل وواقع في الزلل ومتلبس ببدعة أو بضلالة، وإلا ما الذي يمنعه من الانتماء لهذا الكيان؟ حتى الأمور الأخلاقية التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عمزان، فلكل جماعة موجودة الآن، فإن من لم يرى ذلك واضحا كالشمس فقد أعماه التعصب والهوى. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فحديثي هنا عن القدر المشترك بين الجماعات والأحزاب الذي هو التعصب والموالاة والمعاداة ورؤية القذي في عيون مخالفيهم، وعدم رؤيتهم الجزع في أعينهم. وليس حديثي هنا عن الحق والباطل الذي هو موجود عند كل منهما. يكفيك أيها المسلم أن تكون على بصيرة من دينك، معتدلا في أصول الدين وفروعه، طالبا للعلم، عاملا بما تعلم. يكفيك في الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتؤمن بوجود الله بأنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وجميع أفعاله جل وعلا، وألوهيته بأنه المستحق وحده لجميع أنواع العبادة، وأسمائه وصفاته بأنه المنفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وتؤمن بجميع الملائكة، ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم مما لا يعلمهم إلا الله. وتؤمن بجميع كتبه، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وتؤمن بجميع الرسل والأنبياء. ويكفيك في العبادات أن تقيم صلاتك، وتؤدي زكاتك، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والامتثال لكل ما أوجبه الله، والإكثار من النوافل. ويكفيك في الصلة والبر، صلة رحمك وبر والديك والإحسان إلى جيرانك والتخلق بالخلق الحسن. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.